اهلا وسهلا بحضراتكم. معاكم دكتور انجي مجدي، اخصائيه العلاج الطبيعي، دبلومه التغذيه العلاجيه جامعه القاهره، عضو الجمعيه المصريه لدراسات السمنتيشن. دكتور بعد اذنك ممكن تقولي لو وزني 75 وعاجبني كده ينفع اثبت على كده ولا لازم انزل 5 كيلو؟ لو هثبت ازاي؟ هو مش مهم يعجب اي حد غير انه يعجبك انتي، بمعنى ان مفيش ستاندر للوزن المثالي، واحنا عملنا فيديو قبل كده وقلنا مفيش حاجه اسمها وزن مثالي، في حاجه اسمها وزن صحي. يعني ايه وزن صحي؟ يعني انا نازل دهون زايد عضلات، رقمي على الميزاني معقول مناسب لشكلي، لما اقف في المرايه عندي سيلف كونفيدنس، واثقه من نفسي، مرتاحه في لبسي، رجليا بقدر امشي واعمل كل الايفورت والمجهود المطلوب مني من غير تعب، صحتي النفسيه كويسه، صحتي الجسديه كويس، نزولي في الدايت محسسني بايجابيه في حياتي. كل ده وزن مثالي، وزن صحي مناسب بك انت بشخصك، لكن مفيش رقم هو اللي مثالي خالص. موضوع الاله المعبود، الوزن المثالي اللي كلكم متشعلقين بيه، ده معلومه غلط جدا، انتوا اللي ابتدعتوها. مش فكره ان انا ابقى طولي 175 فانا لازم ابقى 75، لا، ما انت ممكن تبقي 80 وشكلك حلو، ممكن تبقي 75 وشكلك مش حلو، ممكن تبقي 75 ونسبه الدهون عاليه، فما تبصيش انا رقم كام، المهم انا شكلي عامل ازاي. تمام؟ فالتثبيت انت الوحيدة اللي تقدري تحدديه. لو صحتك الجسدية والنفسية وشكلك العام راضيكي عاجبك انت بشخصك، خلاص كملي وثبتي على كده. طب اثبت ازاي؟ قلنا التثبيت، فكرة التثبيت ان انا بوصل مع الدايت لتغيير عادات غلط اكتسبتها زودتني وزن. في رحلة الدايت كل يوم بكتسب عادة بثبتها في حياتي، خدي بالك من اللفظ، بثبتها في حياتي وتكمل معايا فور ايفر. هو ده التثبيت. يعني انا اتعودت في الدايت ان انا مثلا اكل هيلثي لايف ستايل بنسبه 70%، ونزلت على كده، يبقى هكمل على العاده دي. اتعودت في الدايت ان انا ما اخدش سكر ابيض، يبقى انا هكمل على العاده دي. اتعودت في الدايت ان انا امشي 30 دقيقه، هكمل على العاده دي. اتعودت ان انا اتعشى بدري او ما انامش، ما اكلش وجبات دسمه بالليل، هكمل على العاده دي. اتعودت ان انا انام 8 ساعات بداية من 11 بالليل، هكمل على العادة دي. اتعودت ان انا اشرب كوبايتين مية كل ساعتين، يبقى هكمل على العادة دي. يبقى هو تثبيت عادات صحية، هكمل على اللايف ستايل اللي الدكتور عودك عليه او انت عودتي نفسك عليه. كده انا هتضمني ان انت مش هتزيدي، نسبة الدهون مش هتعلى، مقاساتك مش هتتغير، وهتحافظي على الليفل اللي انت وصلتي له وحققتيه فور ايفر. يبقى هو التثبيت مش حقنة، مش نظام اكل، مش علاج، مش اي حاجه انا هدالك ولك ثبتي على كده وزنك هيثبت. التثبيت بيجي منك زي ما الدايت يجي منك. اتعودتي على اللايف ستايل هتكملي عليه. برافو عليكي.